السلام البنات، حواليكم معكم نوران من تيست في تونسيا. اليوم باش نعملو مع بعضنا صمصة بالبوفليوة. المقادير نستحقو أوراق ملصوقة، زبدة ذايبة حكاية 100 غرام 150 غرام، مغرفة كبيرة سكر جلاس، مغرفة 3 مغارف كبار شحور، 3 مغارف كبار ماء ورد. نجمو تعملو عطرجية ولا زهر، جينيرالمون يعملو عطرجية. 100 غرام بوفليوة، 50 غرام لوز، 50 غرام جلجلان. انا استعملت بوفليوة، نتوما تنجمو تستعملوا الفاكهة اللي تحبوا عليها. اول حاجة نبدا بها نعرج بيان سور الفاكهة متاعي. جوست حطيتها في فور 180 دغري حتى لين حمرت شوية. من بعد نحطها تطرحها، رحيتهم الكل مع بعضهم حتى لين ولاو بودغ. من بعد نزيد معاهم السكر جلاس والشحور، ونخلطهم بالكدا. الحلاوة نتوما تتحكموا فيها، انا لهنا جاتني بيرفيت، مش ناقصة ومش زايدة. كان تحبوها ناقصة شوية نقصوا، تحبوها زايدة شوية زيدوا. دونك لهنا لميتها، كملت لميتها بماء ورد. كيما قلت لكم تنجموا تعملوا عطرجية، من ما نحبهاش برشا. توا ناخذ اوراق الملصوقة متاعي، جايين مربعين هذوما طول. كان عندكم كل مدورين نجموا تخدموا بهم زادا كيف كيف. نقصهم على 3. نسخن الفور متاعي على درجة حرارة 150. ماذا بيكم وقت اللي تبداو تخدموا الصمصة كل شيء يبدا بحذك، مش متقعدوش كل مرة امشي ايجا امشي ايجا، خير هكاكا يبدا كل شيء حاضر. قصيت الملصوقة متاعي. بعد ناخذ الزبدة ذيبة متاعي، ندهن ورقة الملصوقة. بعد نحط الحشو. تما دو ميثود نجمو تعملوهم كيما عملت انا من الاول. عملتها كأنها مثلث من الاول، وبعد حطيت الحشو وكملت لفيتها. سينو تنجمو تعملوها هكا زادا، من تبداوها عادي من غير ما تعملوا مثلث من الاول. تدهنوها بالكدا بزبدة. احنا مادام باش ندخلوها في الفور لازمنا ندهنوها بالكدا بزبدة. من الاول عملت كيك، انا توا باش نعمل الطريقة التقليدية من العادية. نحطو الحشو ونبدأ نلف ونحاولوا نكبسو. كعبات الاولانيين انا ما كبستهمش، ومن بعد كبستهم بالكدا. الكعبات الاولانيين كل الحشو خرج لي شويه حسيته، دونك وليت من بعد كبستهم بالكدا. الوصفه هذه حسب قديش من الحشو هذايا، حسب قديش نتوما تعبيو الكعبه. بالكونتيتي اللي عبيتها هنا، اللي هي حكايه مغرفه صغيره معبيه، عملت لي 23 كعبه وفضلت لي من الملصوقه. ومن بعد نكمل الكعبات اللي عندي، نحطهم على فور، في فور مسخن على درجة حرارة 180، ويطيبوا حكاية ربع ساعة 4 دراج ماكسيموم انتي والفور متاعك. اما عسوا عليهم خاطر في ساعة ما يطيبوا. احنا هكا ولا هكا انا كان الملسوقة باش تطيب. دونك من بعد عندي شحور قد الماء قد السكر، خليتهم يغليو حكيت ربع ساعة هكاكا.
من بعد كعبة الصمصة متاعي جست نحط لهم ندخلهم شوية هكا في الشحور بويسك مهمش مقليين ملازمهمش برشا شحور، نحط لهم شوية وفريهم هروشة ان شاء الله تجربوهم ان شاء الله يعجبوكم. بسلامة.